السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي فريك على طريقتي بطريقة بسيطة وسهلة. ده حمام طبعا مغسول ومنقوع كويس جدا، مية وملح وسكر وليمون، ودي الكبد والقوانص برضو مغسولة، وده فريك نقعاه بالظبط ربع ساعة مش أكتر من كده. نقعته وغسلته طبعا كويس ونقعته، وبعدين صفيته وسبته زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى حاجة بقى، صينية، طاسة تيفال، أي حاجة نعمل فيها الفريك. أول حاجة هنحط معلقتين سمنة حلوين كبار كده، وبعدين ننزل بالقوانص الأول، لأن القوانص طبعا بتاخد سوا عن الكبدة، ونفضل نقلبها كده لحد ما تتشوح كده دقيقتين تلاتة. متاخدش يعني مش 3 دقايق، يعني دقيقتين. نقلبها كده كويس، وبعدين بعديها هننزل بالكبدة اهي. بصوا كشت حتى وصغرت ازاي. هننزل بالكبدة بقى، كبدة متستحملش، هنقلبها تقلبتين، وننزل بشوية توابل عشان خاطر ما يبقاش فيه اي احتمال لأي زفارة. هنحط التوابل بتاعتنا ايه، شوية ملح وفلفل وبهارات وجنزبيل. ادي الفلفل. البهارات في المرحلة دي يا جماعة انا مش حاطة كمية البهارات اللي انا محتاجاها في مع كل الفريك، بس انا حاطة حبة بهارات عشان تنكه الكبده والقوانص وما تخليهاش زفره. يبقى انا حطيت ملح، فلفل، جنزبيل، بهارات، ونقلب بقى كده عشان الروائح الحلوه بتاعت البهارات تطلع كده وتنكه الكبده والقناصه. نقلب تقلبتين، وبعدين هننزل على طول بالبصل بعديهم. البصل يا جماعه لما هننزل بيه هنقلبه تقلبتين، مش هنخليه يلون. هي كده خلاص. انزل بس عشان كنت نسيت شعرة حبهان بودر وحبة ورق لورا بودر. انا يا جماعة بحب يعني الحاجات الكبدة والقناصة والحاجات دي ما يبقاش فيهم اي احتمال للزفارة، فيمكن عشان كده بحط توابل تبقى انا مغسلاهم كويس ونقعاهم الحمد لله، بس احتياطي. نزلت بالبصلاية قلبتها تقلبتين، اكتر من كده ما تعمليش عشان خاطر ما تلونش. لو لونت هتضيع معاكي طعم الفريك خالص، وهتوديه في حتة تانية مش فريك. بصلاية تفضل بيضة، قلبيها بس كده تسخن، وبعدين اهو نزلنا بالفريك. بعد ما نزلنا بالفريك بقى هنبهر الفريك البهارات بتاعتنا، ونحط له الملح اللازم للمرحلة دي. هنزود برضو شوية بهارات تاني، نفس البهارات، شوية ملح وشوية فلفل وبهارات وجنزبيل. مش هحط بقى حبهان بودر ولا ورق لورا بودر، لاني خلاص حطيتهم في المرحلة بتاعت الكبدة والقناصة. الفريك يا جماعة لما بيبقى متبهر حلو بيدي تست حلو جدا، وبتلاقي نتيجة الحمام روعة، اكتر من روعة كمان. ملحي الملح بتاعك الطبيعي، وسيبيه بقى، افضلي قلبي في الفريك كده، ما تحطيش ولا نقطة مية لحد هو ما هيشرب المية بتاعته، لان هو كان منقوع في المية. و... وهتلاقيه فلفل معاكي. مجرد ما فلفل معاكي خلاص هتبدأي تقفلي عليه وتحشي الحمام، وزي ما قلت لكم ولا نقطة مية نحطها عليه. اهو خلاص. بعد ما بدأ بقى يتشرب كده بحط في المرحلة دي عود قرفة. بيبقى يعني مع السخونة بتاعة الفريك بيطلع نكهة حلوة جدا من عود القرفة، بتدي نكهة حلوة وتست حلو للفريك. قلبي بقى تقلبتين واسيبهم بقى، وخلاص. في المرحلة دي هقفل واسيبه بقى يبرد شوية عشان اعرف اشتغل بيه. مش يبرد قوي، يعني انا مخليه دافي اهو. مش هوسخ الفريك كله، هاخد حبة في طبق عشان خاطر لو فضل شوية فريك هفلفلهم لوحدهم واقدمهم مع الحمام، بس عشان ما افضلش ابهدل الفريك كله. همسك الحمام هحشيه بالطريقة المعتادة بتاعت اي حد، ما فيهاش اي افتكاسة. هنحط الحمام من الفتحة دي، وهنحشي كمان الرقبة، ونقفله بالطريقة اللي تريحك. عايز تقفليه بخلة سنان قفليه، عايزة تقفليه
بإبرة صغننة كده وخيط يكون أبيض، براحتك، الطريقة اللي تحبيها. عايز تقفلي بقنصاية اقفلي، بس لما بتقفلي بقنصاية ساعات بيقع في الشوربة شوية فريك. أنا عن نفسي عاملة من فوق بإبرة كده اهو خيط، وبعد ما بيستوي انت بتشدي الخيط ده ولا كأن في حاجة، بس بتفضل الشوربة معاكي نظيفة. أنا دلوقتي خلصت حشو الحمام، حطيت بقى معلقتين سمنة حلوين ومعاهم فصين مستكة، واسيبهم لحد ما يدوبوا كده على الهادي عشان تاكلي احلى حمام ممكن تاكليه. المستكة بتدي تست حلو قوي في المرحلة دي، لان انا هنزل بالحمام اديله صدمة عشان تلاقي الحمامة معاكي محتفظة بنفسها وما كشتش. لانك لما بتسلقيه كده على طول بيكش وبينزل السوائل بتاعته، انما انت كده بتقفلي المسام وبتاخدي احلى تست واحلى طعم للحمام. لا تقولي لي بقى الحمام الجاهز ولا الكلام ده كله، جربي الطريقة دي هتعجبكم جدا. هتحطي الحمام في السمنة والمستكة وتقومي ايه بقى مقلباه كده لحد ما جلده يلون، لحد ما تخلصي كمية الحمام كلها اللي عندك. وبعدين في المرحلة دي تكوني مشغلة الكاتل على مية بتغلي، ما عندكيش كاتل، حلة فيها مية بتغلي عشان نسلق بعد كده بقى ايه الحمام. انا عايزة اللون ده كده كويس قوي، وبعدين بقى هكمل الباقي. يعني اللون ده كويس قوي بحيث ان هو خلاص انا قفلت المسام، الجلد لون معاكي اهو. بصوا هتاخدي بقى شويه شوربه حلوين جدا. في مثلا فريكايه وقعت ولا حاجه، ده كان ممكن يبقى على الحمام من بره، انا حاولت نضفته بس برضه خلصت تحمير او الصدمه بتاعت الحمام كله، وهحطه في الحله اللي انا هسلق فيها، وهنزل بقى بميه بتغلي من الكاتل عليه، واحط البوكي جارنيه بتاعي اللي انا محضراه، اللي هي طماطمايه بصلايه قرن فلفل رومي ورقتين لورا وحبهان وشوية فلفل وشوية ملح طبعا عشان الشوربة تبقى متطعمة واللحم يبقى متطعم من البهارات والتوابل والنكهات الحلوة دي والملح. اظبط الدنيا. انا بسخن حبة مية تانية عشان الحمام يتغطى بالمية. انا حطيت البصل والطماطم والفلفل، حبهان، ورق لورا، وروزماري. يا جماعة الروزماري مع الطيور، مع سلق الطيور روعة، جربوه مع حمام، بط، فراخ، بيدي تست روعة روعة روعة. طبعا الشوربة بتتصفى بعد كده وكأن شيء لم يكن، بس بتبقى محتفظة بالنكهات الجميلة بتاعتها. أنا حطيت أهو الحاجات اللي أنا قلت عليها بالإضافة لملح وفلفل بس. هسيبه بقى يستوي. هتسيبيه يستوي قد إيه؟ نص ساعة مش أكتر من كده. لو سبتيه أكتر من نص ساعة هتلاقيه طرقع منك وما بقاش ولا فيه فريك ولا بقى فيه أي حاجة، هتلاقيه فاضي. غطيته بالمية، مجرد ما غطيته بالمية اغطي الغطا ونص ساعة وافتح عليه اشيله على طول عشان ما فرقعش، لان هو مش بيستحمل. على بقى ما هيبدأ يغلي الغلوتين يكون استوى اهو. طلعته. انت وحريتك بقى في التقديم، عايزة تحمريه على البوتاجاز من فوق حمريه. انا عن نفسي بصراحة بحب اكبر دماغي، ادهنه فرشة سمن وانا ادخله تحت الشواية يتحمر، ولا وجع قلب ولا حروقة ولا لسوعة ولا اي حاجة. الحاجة اللي انت تقدري تريحي نفسك فيها اعمليها، سهليها على نفسك. وبرضو بيتحمر تحت الشواية نفس نتيجة الطاسة، بس انا ليه افضل بقى لسوع في نفسي؟ هو كده وخلاص اهو. بصوا اتحمر لونه جميل جدا ازاي تحت الشواية في منتهى الجمال. صفيت الشوربة وعملت جنبها، عملت منها شوية شوربة لسان عصفور كانوا زي العسل، شوية شيبسي وسمبوسة وترشي. كان وجبة جميلة ولطيفة وفي نفس الوقت حلوة. الشوربة هي بصوا الشوربة طالع لونها صافي وفي منتهى الجمال، صفيتها طبعا من البوكيه جارنيه بتاعها، وكانوا شوية شوربة في منتهى الجمال. ده الحمام بطريقتي، الحمام المحشي فريك بطريقتي، بطريقة سهلة، بسيطة جدا جدا، وجربيها هتعتمديها، مش هتعمليها الا بالطريقة دي. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.